بعد حصار دام أكثر من عامان نتيجة الحرب، تعاود عجلة الاقتصاد حركتها في مديرية يافع. ففي منطقة لبعوس مركز المديريات الأربع في يافع جرى تدشين مجمع سوق 14 أكتوبر. هذه المنشآت الاستثمارية التي تقدم خدماتها لأكثر من 500 ألف نسمة كانوا يتجرعون عناء السفر إلى المحافظات المجاورة للتسوق ليصبح الحلم واقعا ملموسا في منطقتهم. المراكز التجارية في المديرية هي أصبحت يعني ملتقى للأربع المديريات اللي هي يهر، المفلحي، الحد، بدل توجه لمحافظة البيضاء أو لعدن أو الحبيلين. أصبحت المديرية البعوث لها أهمية خاصة، أهمية اقتصادية، يعني تمثل يعني مركز اقتصادي. ونحن نطلب يعني من المستثمرين يعني سواء كان بالداخل أو بالخارج يعني الاستثمار داخل مديرية البعوث وفي المديريات الأخرى. المركز الذي سيلعب دورا بارزا في تخليص المواطنين من عناء السفر خارج مديرياتهم لا تقدم خدماتها للمستهلك فقط، بل يساهم في انتشال واقع الشباب الذي يعاني من البطالة من خلال توفير فرص عمل لهم، إذ يمثل المركز نقلة نوعية ورافدا اقتصاديا هام كونه يعد أكبر مركز تسوق في محافظة لحج. هذا المعرض معناته منجز هام مديرية يافع، ويعتبر هذا يكسب مثلا الزبائن ويكسب مثلا اليد العاملة مثلا في المنطقة. من ضمن إنشاءات هذا المجمع تشغيل الأيادي العاطلة، حيث أن المركز في الوقت الحالي يحتوي على أكثر من 120 إلى 130 موظف. واقعا دفع بأبناء مديريات يافع رسم خطواتهم بأنفسهم نحو طريق تطور مجتمعاتهم، وذلك لإنهاء معاناتهم المستمرة نتيجة للتضاريس الجبرية الوعرة في منطقتهم. مختار شعتل لقناة بلقيس، محافظة لحج.